دي بقى الطريقة اللي انا بعمل بيها الملوخية الخضراء. الطريقة بتاعتها سهلة جدا وطعمها بيطلع خطير وريحتها بتقلب البيت. وعلشان نعمل احلى ملوخية لازم كده نسلق الفراخ ونطلع منها شوربة خطيرة تظبط معانا الملوخية. اول حاجه في حله بضيف معلقه كبيره من السمنه وبضيف عليها فلفل اسود حب ومستكه وحبهان وورق لورا. وبعد كده الفراخ بتبلها ببصله متقطعه عليها ملح وفلفل اسود، بدعك بيها الفراخ وكمان بحشي بيها الفراخ. وبعد كده على نار عاليه بضيف الفراخ وبشوح فيها على كل جنب. بعد كده بضيف عليها ميه مغليه لحد لما تغطيها، وبضيف معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، واي ريم بيطلع على الوش بشيله بالمعلقه وبوطي النار واغطي عليها واسيبها لحد لما تستوي. بعد كده بجيب الملوخيه وبقطفها وبغسلها كده كذا مره تحت الميه، وبعد كده بحطها في مصفى واسيبها لحد لما تصفي كل الميه. بفردها على فوطه نظيفه لحد لما تنشف خالص، وبعد كده بخرطها بالمخرطه لحد لما توصل وتبقى بالشكل ده. بعد كده في حله هضيف الملوخيه وهضيف عليها شوربه الفراخ تدريجي، هاخد شويه كده وهصفيها بالمصفى، وبعد كده هقلبهم بالمضرب. لو حسيت ان القوام بتاعها تقيل شويه بفضل اضيف شويه شوربه بشويه شوربه عشان القوام بتاعها يظبط ومتبقاش خفيفه ومش تقيله. لما بتضيفوا الشوربه على الملوخيه بالتدريج القوام بتاعها بيظبط ومش بتسقط منكم. بعد كده هنجهز الطشه. في طاسه بضيف معلقه من السمنه وبضيف عليها معلقه صغيره من الثوم المهروس، بقلبهم مع بعض. وبعد كده بضيف معلقه صغيره من الكزبره ومعلقه صغيره من الملح، بقلبهم مع بعض. وبعد كده بضيفهم على الملوخيه وباخد كبشتين من الملوخيه في الطاسه بتاعه الطشه وبكرر كده مرتين، والريحه بتبقى خطيره. اهم حاجه ما نسيبش الملوخيه تغلي وما نغطيش الملوخيه. بس كده، الطريقه دي سهله جدا وطعمها بيطلع خطير. جربوا الطريقه دي، متاكده ان هي هتعجبكم وبألف هنا.